شحال من عام وهو دابا وسط الكرياج وهاد السلاسل والقفوله؟ ملي هربت عليه امو في شي 6 سنين دابا. هربات عليه امو بعثت من الصبح جيت غنفوج هاد الوالدين. حاجه لاباس؟ لاباس بخير؟ شحال لاباس؟ الله يجازيك بخير؟ بخير. هانيه؟ الله يجازيك بخير. واو وهربت حاس عندي عافاك غوت شويه الله يعطيك الستر خوتنا المغاربه. راه الرقم التليفون ديالك درتو في العنوان ونتمناو دابا يعيطوا دابا ان شاء الله محسنين وناس اللي يحيدوكم من هذا الشيء. دابا حمزه هنايا في وسط هاد القفوله مسدود عليه هاد الكرياج هاكا عايش حمزه. درنا ليه الباب هلسه. هاكا عايش وملي كيبغي ياكل راني كنخرج نوكلو ونشربو كان ديال العود العرسيه وانا رد ليه الباب ديال الحديد. علاش جا ما يهربش ليا دابا راه ما كاينش كي غادي ندير واش غادي غنسمع فيها انا راه كبدت ليا دابا بغيت نسمع فيها خصني نبقى كيبقى نشوف فيه ولا يهرب ليا. البرد دابا على حمزه والبرد اش غنديرو ما عندناش هي جوج حنا دابا باقي الله مقاومين مع الدول اللي مخرجين الطبيب. عافاك باش الناس بغاو يعيشوا معكم ما نعيشوا كاملنا بحال جينا عندك الحاجه للدار باش نسكو خونا حمزه من هذا هاك الميكرو. شكون انت شنو وقع حنا فين عاودها لي عافاك عاود كلشي نشوف مع ديك واش كاين الصوت. تفضل. حمزه بدات 1997 20 يوم عاد بدا يغوت عاد عايش انت وامو بخير؟ عايشين بخير وعلى خير ما خصنا حتى حاجه خدام كندير. تفضل تمشي دابا حمزه نكمل ليها. انت كنتي تزوجتي بمين حمزه؟ زوج بها كتب عليكم الله عطاكم الله حمزه. هاد الدري مريض كان الحمد لله ونشكرو. حسيتي به انت بين مريض؟ حاجه قربي عندي عافاك. زاد مسكين ما غوتش وبقى هكاك. ما غوتش؟ ما غوتش منين زاد ما غوتش متكرشمو. واحد اللحظه امو حست بانه ولا معاق راه معاق. واش دارت؟ حنات عليه خاصات عليه شنو دارت؟ ما حنات عليه ما قاسات عليه ديما دايره لي على الغدايت حتى مني جات هنايا وهي تهرب سورتت عليا وخلاتو كيقتل فيا. ها الجيران اللي كيفاش سكنوا وقع خلات واحد دار اخرى لي مني طلعت نشر الحوايج انا تسنيت ما جات شي. مني ما جاتش قلت للجاره سير شوف واش كاينه زهيره اللي بغات تنشر قالت لي ما كايناش. حسن هيك قالت لي ما كايناش مني سمعوها ما كايناش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. خوتي خواتاتي كما شفتوا معنا المقطع اللي كيقطع القلب، المقطع نتاع الشاب حمزة كما شفتوه مسكين مسجون سجن مؤبد بلا سجن حقيقي، يعني سجن من العائلة ديالو. الشاب حمزة اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خوتي خواتاتي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتفاعلوا معاه وتوصلوا كلام وصوت حمزة باش يتنقذ من هذه العيشة والحالة اللي هو عايش فيها لا هو ولا عائلته. خوتي خواتاتي ما تبخلوش علينا باللايكات وبالدعم ديالكم إذا عجبكم لا فيديو. اش غادي نقول لكم؟ لا حول الله. يعني شفنا واحد الشاب اللي هادي واحد كما قال اللسان تاع الاب ديالو اللي هادي واحد 7 سنين اللي بداو يحبسوا فيه. علاش؟ لاني الوليد فيه مرض توحد، خلاق هكاك مسكين، خلق الله سبحانه وتعالى كبر. لان ملي كيكون طفل متوحد نقدروا نتغلبوا عليه، لكن لما يوصل واحد اللاج بحال حمزة 27 سنة او 26 سنة من مواليد 87 الله اعلم، فما حد يكبر ما غاديش يتغلبوا عليه ابدا، بالعكس غادي يكون قوي عليهم. حابسينه لمصلحته، حابسينه باش ما يهربش ليهم، يعني حنين فيه باش ما يضربهمش. يعني لما كما قلت لكم اما التوحد يكون طفل صغير او طفله صغيره غادي يتغلبوا عليه، غادي يقدروا يتحكموا فيه يعني. لكن لما يوصلوا لواحد اللاج فيتغلبوا عليهم، يوليو يضربوا، يوليو يهرسوا، يقدروا ياكلوا اي حاجه، يقدروا يديروا اي مصيبه. دونك من الاحسن كيتحبسوا. لكن الطفل حمزة لو كان لقى الوقايه ولقى شي جمعيه اللي غادي تكفل بيه
وغادي تديه لسبيطار امراض العقليه، او على الاقل يتلاهوا به بالتخيطمو اللي غادي يقدر يتبع التخيطمو ديالو، يقدر يعيش في وسط عائلته عادي. شوفوا يا خوتي كيفاش عايش داك الوليد. التلفازه ما كايناش، الناس على قدهم، الام هي الاخرى ارماتو ومشات. هذا على طريقه اللسان نتاع الجده ديالو نتاع الاب ديالو ومرات الاب ديالو. الله اعلم شنو وقع بيناتهم. اللي كنعرف انا حتى شي ام ما تقدر ترمي وليداتها كما كان النوع ديالهم. دونك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا كان بصح هاد الام رماتها الطفل ومشات، عايش في بيت نتاع الظلمه، عايش في الوسخ، كياكل الوسخ ديالو، كيوكلوه حتى كيربطوه، حاطين له مسكين تلفازه القديمه فيها خط ابيض فقط، يعني حتى التلفازه ما خداماش، ويحطوها له غير كيشوف فيها منظر وصافي. شوفوا الناس، شوفوا واش هذا عصر باقيين عايشين فيه. يا حول الله. عايش في الظلام داك البيت اخوتي، راه فيه الظلام، لان البروجيكتور نتاع الكاميرا هي اللي كانت ضاربه فيه، لان العقاوي كان عندهم بالليل، دونك دايرين الضوء نتاع البروجيكتور دونك مجهد وضارب فيه. الولد الا تلقوه يقدر يضيع، يقدر يضربهم، يقدر يضرب موس، يقدر يضرب اي حاجه. لكن كما قلت لكم اين هما الجمعيات؟ اين هما الجمعيات؟ ما شفناش إر حمزه. كاين عدد من الشباب اللي ضايعين والخالقين مساكين بالتوحد وضايعين في حياتهم. كان ممكن هاد الوليد يعيش في وسط عائلته، في وسط باه، في وسط امه، الا كانت عنده تخيط متبعينه بالادويه ديالو يقدر يتهدن وينعس. الوليد ما كينعس لا الليل ولا النهار، كيوسخ في داك البيت، الريحه موسخه، الريحه خانزه، الجده ما بقاتش قاده. الحمد لله الاب خدا واحد المراه اللي معاوناتو مسانداتو وكتعاونو في داك الوليد وقبلت له على ولده وما لاحوش. الحمد لله والشكر لله اللي عائلته باقيين هازين هاد الوليد، ما لاحوش، ما خلاوش ضاع، ما خلاوش مشى. اش غادي نقول لكم؟ لا حول الله. نتمناو كلامنا يوصل، نتمناو هاد الولد يتنقذ، نتمناو يمشي لشي مصحه اللي يعتناو به ويديروا له على الاقل تخيطمو، لان الاب الا قال لك ما كانش هو ما يقدروش عليه، ما يقدروش يخرجوه من داك البيت، مسجون ليل ونهار. راه والله العظيم عيب وحشومه وحرام، وراه حتى ربي ما كيبغيش هذا المنكر. هذاك الوليد راه مريض، ماشي لخاطرو كيضرب، ماشي لخاطرو كيدير شي حاجه. واش الوسخ ديالكم عزكم الله، الوسخ ديالو كياكلوا فهنا باش كتعرفوا الولد مريض. لكن لو كان لقى علاج او لقى شي مصحه اللي تعتنى به وعطاو على الاقل ديكالمو، يقدر ينعس، يقدر يرتاح في مخه، يقدر ربما يكون يعني التعامل ديالو احسن من هكا، تكون العيشه تاعو احسن من هاد العيشه، يكونوا موفرين ليه بزاف د الحوايج. الحمد لله والشكر لله. البارح للمحسنين عيطوا بزاف وعطاو العمره للجده ما شاء الله، اللي فرحت ليها بزاف. الجزاء ديالها مع داك الوليد، الناس اللي عاونوا بزاف، ونتمنى يعدلوا له داك البيت. والبرد ومسكين كيتعرى وعريان وفي داك البيت بالشباك، البرد داخل ليه. لا حول الله، يعني قطع لي قلبي. نتمنى يتفاعلوا معاه، نتمنى الجمعيات يتفاعلوا معاه، نتمنى المحسنين يكملوا مع هذا الطفل حمزه، نتمنى يوقفوا معاه، نتمنى يديروا له شي بيت نظيف ويتعناو به، ويديروا له شي تخيطمو ويشوف الطبيب ويتبع شي تخيطمو اللي تهدنو وتكالميه وتخليه يعيش حياه طبيعيه ويحس حتى هو باللي عايش في وسط عائلته. لا الاب يتعذب يمشي يخدم على راسو، ولا مرت الاب تتعذب، ولا الجده تتعذب، وحتى هو ما يتعذبش نفسيا، حتى هو نفسيا كيتعذب. دونك نتمنى ليه مسيره طيبه، ونتمنى المحسنين يتلفتوا لهذا الطفل هذا، ونتمنى الجمعيات سورتو جمعية حقوق الطفل فينا هما بزاف د الجمعيات نتاع حقوق الوالدين، حقوق الطفل
ما كاينينش، درك ما شفناهمش. هادو هما الاطفال اللي كيعانيو. دونك كنهضروا عليهم باش كنوصلوا كلامنا ونوصلوا الصوره تاع هاد الاطفال باش يتنقضوا، ما يبقاوش عايشين في هاد الحاله. رحنا في 2023 ما بقيناش في عهد ما نعرف شنو ديك التلفازه وديك الحاله، مسكين لا حول الله. دونك خوتي وخواتاتي وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي.